اقعد لي بقى كده واربط لي حزام الامان عشان هفسحك في دماغي شويه. لما بتخيل الفكر المصري والاهداف المصريه مقارنه بامريكا، بتخيل حاله المرور مليانه كل حاجه في مصر بس ما بتوصلكش لاي حته. الامريكيه منتهى البساطه، حاجتين تلاتة: الماده، مكافاه النفس، والاستمراريه. بيوصلوا وبسرعه. طب ايه الحكمه في كده؟ السؤال ده قعدت 20 سنه اساله لنفسي. ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى مش هسميهم حاجه تانية خالص غير الغرب. انا عمري ما هسمح لنفسي احكم على اي كائن حي غير نفسي. الغرب، مش هقول اي كلمه تانية. اشمعنى الغرب ربنا مبارك له قوي كده وشكله ربنا راضي عنهم وعلى نفسيتهم؟ الابتسامه الجميله ما بتسيبش الوش، واحنا العكس. كنت بسأل السؤال ده بحرقة كده، قلبي كان بيوجعني وانا بسأله. دلوقتي لما بسأله لنفسي طبعا آه بإرادة، بدافع. اتولد هدفي اني اخدم بلدي في حاجة، عشان ادركت ان الهدف الاناني عمره قصير جدا وممكن يوديني في 60 داهية. كل هدف اناني عبارة عن بس خلص وراح مني بلا استثناء. لما بدأت احول هدفي لحاجة فيها خير لغيري، بحيث انها وين وين، روح، بحاول ابني جود كريدت مع الروح. يعني ايه مع الروح؟ احنا هنا بنتسرع على المادة، بنتسرع على الكريدت كارد. اهم حاجة في امريكا سمعتك وشغلك، كريدت كارد بتاعك، كريدت هيستوري. شريكي في البيزنس يخسر ملايين ولا يخسر كريدت، وشفت رد فعله لما الكريدت بتاعته حصل فيها حاجة. قلت سبحان الله، بقى احنا بنتجنن قوي كده عشان كريدت اصلا كله ربا، ومطنشين الكريدت مع ربنا. لازم الهدف يكون في حاجتين اساسيتين عشان تعرف تستمر فيه، وتعرف تحط استراتيجي، تخطيط واضح، وربنا يرزقك بصبر وقوة. الروح، خدمة ربك somehow في الناس. انت هتخدم يعني هتروح مثلا اقعد انضف في جامع وخلاص. ونفسك، اكون راضية نفسي وراضية عن نفسي استثماري في نفسي، من ثقافة لتربية لأخلاق لرياضة كل حاجة بلا استثناء. أكون أنا كده حاسة إن أنا الحمد لله أنا راضية عن نفسي، ووريتها لكم في كذا حاجة. أنا ليه بوريكم كل البوستات دي؟ عشان أفهمك إن الواحد عشان برضو يحاول ينجح لازم يكون راضي عن نفسه. وبعدين غيري بقى زي الأم كده لما بتيجي عايزة ترضع لازم يكون واكلة كويس. من غير ما تاكلي كويس مش هتعرفي ترضعي. كل ما الهدف هيبقى فيه حاجة لغيرك عمرك ما هتزهق منه، وربنا هيفتح لك طرق وأساليب. بصوا انتوا عندكم تنمية بشرية دكاترة زي الفل على مدار التاريخ، مش هقعد اقول واعيد نفس الكلام اللي هم بيقولوه نفس الخطوات. بس كل اللي بحاول اوريهولك دلوقتي عشان انا اوصل للهدف اللي انا مثلا الرسالة بتاعتي من 2010 وانا بتحارب وما زلت، ودلوقتي بزيادة، ده انا بتوصل مرحلة معايا للتهديد كمان. لكن مدركة انها حاجة فيها
روح وفيها النفس، ابقى دايما مبسوطه وراضيه وفي حاله حب. حاجه الحب اللي بكتبها دي مش على الرجاله ولا بتاع خالص، ده حاله حب بيني وبين اللي خلقني، اللي اخيرا بدأ يرضى عن نفسيتي ويعيشها كأني اغنى واحده في الدنيا. مجرد اني عرفت الاقي طريقة اوصل العلم اللي انا اتعلمته بطريقة بسيطة فيها ضحك وهزار وتقمصات وكل يعني بنعمله ده مع بعض لغيري، بحيث ان غيري نتبادل ونستفيد لمجرد ساعة او يوم. تكون النفسية بتاعت غيري الى حد ما وصلت لهدوء، هينعكس عليا انا اللي مستفيدة. لو دعوة صادقة أنا اللي مستفيدة مع إدراكي التام إن في شتايم بالهبل، ولا بيهمني، لأن الهدف نيته حلوة. حاجة مهمة جدا، أنا قعدت سنين أبني في نفسي. لما كنت في مصر وحاولت أعمل حاجة قلت لا، ارجعي أمريكا، خلصي ماجستيرك، وبعد كده انزلي مثلا درسي في الجامعة الأمريكية، وخش لهم من إيه باب الأكاديمي، خش لهم من كتاب، خش لهم من مش عارفة مين. 6 سنين عشان احاول اعمل حاجه، ولسه جسمي هنا في امريكا، بس الى حد ما معجزه الانترنت المالتي بليون دولار اندستري اللي انتوا بتستخدموها لاذى نفسكم وفضايح وتحوير، وهم بياخدوا منها فلوس قد كده، فتحت لي سكه نتكلم معاكم ونعلم بعض. وضح هدفك او غيره، خليه الحاجه فيها رضا ربنا، هيفتح لك ابواب وطرق كتيرة. هتكلم معاكم في تفاصيل الطرق دي لانها مهمة جدا برضو، بس النهاردة كل هدفي انك تقعد وتفكر في الروح، ان الموت ما بيستأذنش. قدمت ايه لربك؟ جاهز تموت ولا لا؟ ربنا يرضى عليكم.